أقل مجهودات لا، لكن ثم نوع من الذكاء في التعامل مع المباراة بعد، خاصة في شوطها الثاني، حيث أنه كانت تعاملنا به بطريقة جماعية. حاولنا نفك الكرة في شطر ميدان المنافس، أولا حتى ما نخلوش يخلق فرص بحكم أنه يكون بعيد على المرمى تاعنا، وثانيا حتى تكون نسبة الامتلاك لنا، وبالتالي كما قلت أنت نستحفظ نوعا من الطاقة. لكن زوز أهداف حققناهم عن طريق كرة ثابتة. نعرفوا مباراة من غير جماهير لي ديتاي عندهم قيمة، وبالطبع كرة ثابتة من ضمن لي ديتاي هذوما. أولا في مرحلة أولى عن طريق حمزة الأحمر في بداية المباراة بعد ضغط مسترسل، ثم كذلك في مرحلة ثانية بعد استعمال العمق في دفاع الفريق المنافس فريق القيروان، خولنا باش ناخذ ضربة جزاء جابت الهدف الثاني. أنا نقول اللي اليوم النقاط هامة، 3 نقاط أمام منافس على عكس ما يقال ويشاع كان في مردود متميز جماعيا. الدليل هو ردة فعل تاعو تسجيل الهدف، لكن انتصار ما بالطبع ما يكفيش، لأنه مازال 6 مباريات كاملة في مشوار البطولة. ضرورة أن نكونوا مركزين حتى نهاية المشوار، وكل جولة نعرفوا اللي جولات أصبح صعيبة مش علينا احنا فقط، لكل الفرق النازلة واللي عاد تتحقق أهداف أخرى بالنسبة لتيتر أو المراتب الأولى. إن شاء الله ربي يوفقنا في بقية مشوار البطولة اللي أصبح بالطبع من مباراة إلى أخرى المهمة صعيبة، ويلزمنا نكونوا في المستوى إن شاء الله. أنا يظهر لي كل مقابلة نحاولوا نسجلوا من الأول، نحاولوا معنا نسجلوا من الأول، ومن بعد نقعدوا ندوروا في الكرة. ممكن نعرفوا الفتيق قاعدين نلعبوا 4-1 ديما ونستناو معناها المقابلات الأخرين. اليوم يظهر لي خممنا شوية في مقابلة صفاقس، تعرف شبكة هذاك ممكن نجم نقولوا عطانا برشا صعوبة معنا باش نوصلوا للكاج نتاعهم، لكن 3 نقاط كما قلت لك يخليونا في الصدارة. لا صحيح اليوم 3 بوان مهمين ياسر في الباركور نتاع الشامبيون. الحمد لله معنا وفقنا ربي باش انتصرنا. ان شاء الله نكملوا نخدموا على روحنا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله بقدرة الله. بالطبيعه اليوم انتصار مهم، هذا الانتصار باش خلينا نكملوا معناها نحافظوا على المرتبه الاولى نتاعنا قدام شبة القروان. الكل تعرف معناها شبة القروان ومحمد العويشي معناها 10 كبيره 5 سنين لعب في القروان، مي تو واحد يخدم على روحه. الحمد لله ليسونسيال عملناه اليوم هو 3 بوان.